أهم وأفضل 10 مطربين عرب في التاريخ كانوا الأشد تأثيرا وما زالوا. الراحل وديع الصافي من أفضل وأشهر المطربين والملحنين اللبنانيين الذي رسخ قواعد الغناء اللبناني في جميع أنحاء العالم العربي، وكان له الفضل في نشر الأغنية اللبنانية. والمطربة وردة الجزائرية من الأصوات الطربية الجياشة العذبة التي أمتعتنا كثيرا بكلمات أغانيها الراقية العاطفية التي أثرت في وجداننا، وتوفيت عام 2012 أثر أزمة قلبية. والمطربة نجاة الصغير واسمها الحقيقي نجاة محمد كمال حسني البابا، ولدت عام 1938 في القاهرة، وتعتبر من الأصوات الذهبية في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين. والمطربة فيروز اسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، ولدت عام 1935 في بيروت، وحصلت فيروز على محبة الجميع بصوتها العذب والراقي وشخصيتها الهادئة وأدائها الرائع في التمثيل في الأفلام والمسرحيات. والمطربة صباح أو الشحرورة ولدت عام 1927 في لبنان، وتركت ورائها أثر فني لا ينسى على مر التاريخ. والمطربة أسمهان وهي أخت الفنان والمطرب العريق فريد الأطرش، واسمها الحقيقي أمال الأطرش، ولدت عام 1912 من أصل سوري، وتوفيت عام 1944 أثر حادث أليم. والمطرب فريد الأطرش ولد عام 1917 بسوريا، وحصل فريد الأطرش على قلادة النيل العظمى وهي من أرفع درجة التكريم المصرية، وتوفي عام 1974. والمطربة ليلى مراد واسمها الحقيقي ليليان زكي إبراهيم مراد مورديخاي، من أصل عائلة يهودية، وولدت عام 1918 في الإسكندرية، وتزوجت من الفنان المشهور أنور وجدي عن قصة حب وأعلنت إسلامها، وتوفيت عام 1995. والمطربة أم كلثوم واسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، ولدت عام 1898، وبدأت مشوارها الفني بانتقالها إلى القاهرة عام 1922، وتميزت بصوتها العذب الجياش وكلمات أغانيها الرنامة المرسخة في مشاعرنا حتى يومنا هذا، وتوفيت عام 1975. والمطرب عبد الحليم حافظ ولد عام 1929 محافظة الشرقية، وبدأ مشواره الفني بالتقاطه بفرقة الإذاعة الموسيقية كعازفا عام 1950، حيث أن عبد الحليم حافظ عمل كمطرب عازف وممثل بارع وملحن ومحترف، وتوفي عام 1976.